الرؤساء والملوك امروا، انا ما اقدر اقول لهم لا. وبعدين ما في بيني وبين اليمنيين الا كل خير وكل محبه. اما العراقيين فهم حساسين زياده عن اللزوم. نقول في قرار من الاتحاد الدولي يقول ممنوع اللعب في العراق. تدرون هل دول الخليج تقدر تروح ضد قرار الاتحاد الدولي؟ بيعاقبها وبيغربلها. ثانيا احنا مو بقلوبنا قوية مثل العراقيين. اللي شافوا قنبلة قالوا ما عليه الا قنبلة، شافوا سيارة مفخرة قالوا ما عليه الا سيارة. احنا ما نقول كذي، احنا نخاف ولا نخاطر بروحنا. وبعدين لاعبين هواة عيال ناس من يوديهم في الضغبرة والغربال. لا بس هم قالوا لك مش المنطقة اللي فيها بعد الشيء، هم قالوا ان هالمنطقة اللي بيودون اياها البصرة ما فيها مشاكل. يا وكان يجونا اللي في بغداد ويجونا يسيرون علينا يحطون لنا سيارة ولا يحطون، لا نخاف. من اللي يمنعهم؟ ها ايه؟ من اللي يمنعهم؟ على العموم الامر عند رؤساء الاتحادات، هم اللي يقررون بيروحون لهم رايحين. والعراق بتنظم دورة الخليج، بتنظم بدون شك. اول الكويت وعقب قطر وعقب قطر هم. وان شاء الله تستقر الامور عندهم وتصير زينه. ايش هالعيله عليه؟ ما ياهم الدور. والله مشهورة طيبة يا طول العمر. نعم والله مشهورة طيبة. اي زين سؤال الشيخ، لو السنة الشهر بعد 3 شهور قرروا رؤساء الاتحادات قالوا البطولة في البصرة، ويلا يا شيخ عيسى بتروح عشان تفتح معنا البطولة. لا ما اروح. افتتاح بطولة؟ شوف انا ريال مريض واحتاج الى عنايه طبيه دقيقه، ولا اروح بلد الا لازم فيه مستشفيات واطباء دقيقين. حتى لو جرى شيء المستشفى موجود. في البصره وين المستشفيات الكبيره ولا الدكاتره الاخصائيين؟ لو يجي قلبي بس ما اقدر. لا بس الشيخ لا، ترى البصرة فيها مستشفيات، احنا دكاترة عندنا دكاترتهم زينين، عندهم الأجهزة فيها تطور. أنا أكلمك بصراحة الشيخ، أنت ما رحت عشان شيء ما شفت، أنت بس تسمع الظاهر. ما ولا حد بيقول عقب 3 أشهر ولا لين ينتهي قرار الاتحاد الدولي. إذا يقدرون يلغون قرار الاتحاد الدولي هذا شيء ثاني. زين يمكن باكر الاتحاد الدولي يقول لك خلاص العراق مسموح انه يلعبون فيها. باكر. وين باكر؟ ما تدري. كايب لا ترهني وقلنا له. انا اللي سولفت وياه. قال ما في امل. ايش قلت له؟ قلت له ان العراق يا ابو قادر رئيس الوفد العراقي كلمني بعد، وانا اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الدولي بتنظر في الموضوع. بس هو ايش رايه هو يعني؟ هو ايش رايه؟ باقر. بس ايش حسيت من كلامه؟ نعم؟ ايش حسيت انت من كلامه؟ والله حسيت من كلامه انه يقص علي. طويل العمر الشيخ طلال عنده مزرعة على الحدود. وين؟ عنده مزرعة على الحدود في العبدلي. ايه؟ تبعد عن الملعب حوالي 30 كيلو. إيه؟ يعني إذا صارت البطولة هناك نقعد عند أبو مشعل في المزرعة بالكويت ونروح إيه؟ الملعب ونرجع. يا هاي مزرعة بيودي. لا لا هليكوبتر، هليكوبتر. الحين خلينا شوي ننتقل حق زياراتك اللي تروح يمين ويسار شوي. وين؟ الزيارات